أهلي إيجيبت معوض ينتظم في التدريبات، والأهلي يختتم استعداداته للمقاولون غدا. أهلي دوت كوم مران الثلاثاء عودة معوض وتدريبات خفيفة للأساسيين وحمام السباحة للاستشفاء. أهلي إيجيبت مانويل جوزيه مباراة المقاولون تحسم الدوري وكنا سيئين أمام سموحة. أهلي إيجيبت جد نلعب للحسم والتتويج أمام المقاولون. أهلي إيجيبت عبد الحفيظ كل الأمور مؤجلة إلى ما بعد حسم الدوري. أهلي إيجيبت قياسات طبية جديدة لشكري. أهلي دوت كوم العمري الأهلي هو الرياضة المصرية وصقر وشلته فاشلين. الأهلي دوت كوم الصقر نعم جلست مع مسؤولي الزمالك ولكن الأولوية للأهلي ولدي عروض خليجية. في الجول الصقر انتظرت الأهلي طويلا ولم أحسم أمري بعد. يلا كورة الصقر يؤكد مجددا الأولوية للأهلي وعمر الجنايني لم أحصل على تقطيع اللاعب. الأهلي دوت كوم عبد الحفيظ جلوس حسن مع مسؤول الزمالك عرضه طلب والسبت الحسم. أهلي نيوز عبد الحفيظ يرفض التعليق على مفاوضات الصقر مع الزمالك ويؤكد لن نتحدث إلا بعد الحسم. معوض انتظم في التدريبات خلاص، وكان طبعا زي ما قلت لكم ان هو حرم من مران امبارح لكنه موجود النهارده في المران النهارده. تريكا وشوقي وسيد معوض ودومينيك واسامه حسني واحمد فتحي وامير سعيد وجده دول تدريبات او شاركوا في التدريبات لفترات قليله بتدريبات بدنيه واطالات واحماءات تحت قياده فيدالكو. المران شهد عودة سيد معوض بالإضافة إلى أحمد حسن الذي شارك في التقسيمة. وعقب انتهاء المران ذهب أحمد السيد وأحمد فتحي وأمير سعيد وبعض اللاعبين إلى حمام السباحة لإجراء عمليات الاستشفاء. شكري وشريف إكرامي وفضل بالإضافة لرمزي صالح قاموا بتدريبات تأهيلية تحت قيادة الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي. مانويل جوزيه يؤكد كنا سيئين أمام سموحة. دي أكيد بيعجبني في الراجل ده واقعيته. لا جه قال حكم ولا جه قال في مؤامرة علينا ولا قال الكلام ده كله. كنا سيئين ما فيش كلام خلاص، ودي حقيقة شفناها بعينينا. الأهلي كان وحش، الأهلي كان في مباراة سموحة لا يستحق الفوز، اللعيبة كانت خارج تركيزها واضح جدا. فالراجل واقعي بيقول الكلام اللي هو شافه، لكن ما بيحاولش يوهم نفسه أو يوصل حاجة ما هيش موجودة ابدا. هو اللي موجود بس واللي حصل بس. مفيش مره طلع قال لك احنا ادينا مباراه ممتازه بعد مباراه سموحه بس الحظ. عمره ما يقول كده، عمره ما يقول ان كان في مؤامره. لا، لعبتي. فده عشان كده بيزداد ارتباط جمهور النادي الاهلي بمانويل جوزيه. ما بيضحكش عليهم، ما بيضحكش على جمهور النادي الاهلي. اللي شايفه بس هو اللي بيقوله. جده بيقول ان مباراة الحسم هتكون امام المقاولون، وسيد عبد الحفيظ بيقول كل التركيز ينصب على مباراة المقاولون، وبعد اللقاء سيتم فتح الملفات المعلقة مثل التجديد لأحمد حسن وأسامة حسني وكذلك مناقشة المهاجم الإفريقي وبعض الأمور الأخرى الخاصة بالفريق. العمري فاروق بيقول الأهلي هو الرياضة المصرية وصقر وشلته فاشلين. احمد حسن بيقول جلست مع مسؤولي الزمالك، بيقول ان اللقاء جمعني مع عمرو الجنايني عضو مجلس اداره الزمالك السابق والدكتور اشرف صبحي مدير التسويق، وتم انهاء جميع الاتفاقات. وقال لم اوقع على اي عقود، لم اوقع على اي عقود. واكد احمد حسن انني انتظر موقف النادي الاهلي خلال الفتره القادمه خاصه وان مسؤولي لم يقوموا بالتفاوض معي حتى الان. سيد عبد الحفيظ بيرد على الموضوع ده مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيقول إن اللقاء سيجمعه مع أحمد حسن يوم السبت القادم لمناقشة هذا الموضوع، وأن هناك اجتماع للجنة الكرة سيتم مناقشة أوضاع الفريق بالكامل سواء أمور التجديد أو الصفقات الجديدة. وأشار أن اجتماع لجنة الكرة وثنائي الفريق أحمد حسن وأسامة حسني سيتم يوم السبت القادم لإنهاء هذا الموضوع. ده بالنسبة للأمور الخاصة بالنادي الأهلي